بالصبر والحلم. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يقول قائل: طيب أنا أنعزل أحسن لي. لا، العزلة ليست حلا، بل ليست من ديننا أصلا. الأصل العزلة لها أحوال مخصوصة فقط جاء في دين الله سبحانه وتعالى، لا أحكام متعلقة بأوقات معينة. وإلا فالأصل أن المسلم يعيش بين الناس، الأصل أن المسلم يخالط الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا تعيشون لأنفسكم ولا منطوين على أنفسكم. ولا يوجد عند المسلمين ما نسميه نحن عقلية اختراصي مثلا، هذه اللامبالاة التي صارت عقلية عندنا وصارت ذهنية سارية في أنفسنا وصرنا نتعامل بها. لا، المسلم يمشي بمبدأ قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في واقع الحياة. تفضل.